فيديو جديد مع مستر هشام. النهارده ان شاء الله هنشرح الوحده السابعه للصف الاول اعدادي. طبعا كما عودتكم بنقول الكلمات والقواعد واهم الاشياء في الوحده السابعه. طبعا بيبتدي الكلمات والنهارده من اهم الوحدات عشان بيتكلم على الماضي البسيط وبيتكلم على الاستفهام وير يعني ايه، وين، واي. والان مع شرح الوحده بالتفصيل. عنوان الوحده shops and shopping، المحلات والتسوق. shops and shopping. اهم الكلمات shopping center، shopping center مركز التسوق. تابلت يعني تابلت اللي هو بتاع الكمبيوتر. show يعني عرض. lights يعني ضوء ما ننطقش جي اتش. beast wishes اطيب الامنيات. شوبر يعني متسوق يعني بيشتري حاجات كتير. لوكال محلي. kindness انواع. size حجم او مقاس. هوتيل فندق. سوبر ماركت يعني سوبر ماركت يعني سوق. do well يؤدي جيدا. اتشمست صيدلية. كلوز شوب محل ملابس. ريستورانت مطعم. جو هوم يذهب للبيت أو يعود للوطن. جو شوبينج يذهب للتسوق. كايندز اوف أنواع من. فايند اوت يكتشف. لوك ات ينظر إلى. مسج رسالة. فريش بريد عيش طازج. لوكال قلنا محلي. بروجكت مشروع. هيلسي صحي. اجري يعني موافق. بعد كده بنشرح الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل، بيعبر عن حدث تم في الماضي وانتهى، وقبل كده شرحته على اليوتيوب بالتفصيل. يعني ايه ماضي بسيط؟ يعني الحدث تم وانتهى. اما اقول بلايد لعبت، ايت اكلت، واتشت شاهدت، يبقى بيتكون من التصريف الثاني للفعل وبينقسم لافعال منتظمه بتنتهي بدي او اي دي او اي دي، وافعال شاذه تحفظ زي ما هي. يعني منتظم يقول بلايد، موفد، كاريد، لكن شاذ جو وينت. باي بوت ده فعل غير منتظم، يبقى غير منتظم بتحفظ زي ما هو. بعد كده في الماضي البسيط بنسال ديد معناها هل، بجاوب عليها بيس او نو. طب نفيها ايه؟ didn't. والماضي البسيط بيجي معاه yesterday ago once. كل ده شرحه بالتفصيل على اليوتيوب. يعني الباست سيمبل الماضي البسيط. I played football yesterday. قلت played لعبت، يبقى طبعا فعل منتظم عشان انتهى باي دي. ويسترداي امس. I played football yesterday. انا لعبت امس، ده فعل منتظم. We went to shopping او we went shopping، الاثنين صح. We went to a shopping، ممكن اقول went shopping على طول. center. We went to a shopping center yesterday. احنا رحنا مركز تسوق واحد امس. طبعا went فعل شاذ اصلها جو. عاوز انفي الكلام ده. didn't. بعد didn't الفعل في المصدر. I didn't play football. عاوزين نسال نقول did. بعد did تيجي مع كل الضمائر. did I، did he، did she، did we، did they، did you، did احمد، محمد، did they، did نوران and نوره، ايا كان الاسم. يبقى did بعدها جمع او مفرد طبعا مكان الفعل بنجاوب عليها بيس او نو. بعد كده في حروف جر في غايه الاهميه. ات بتيجي مع الساعات، بتيجي مع الاماكن الصغيره. ات بتيجي مع اشياء كتيره بس عموم الساعات الوقت والاماكن الصغيره. طب هنا فور معروف بعد فور اما نجيب اسم اما نجيب فيرب زائد اي ان جي. والان معانا اما اقول ات ذا كمبيوتر شوب، في محل الكمبيوتر، يبقى ده مكان صغير. ات 3 o'clock الساعه 3، يبقى هنا مكان صغير وساعه. طب فور انسرنج للاجابه. فور لانش على الغداء.
يبقى هنا فيرب زي الاي ان جي او اسم. والان مع اهم الاستفهام واي معناها لماذا. لما طالب يجي الدرس متاخر او يجي المدرسه متاخر اقول له واي ار يو ليت، لماذا انت متاخر؟ بنجاوب باكتر من كلمه، بس اهم كلمتين في اولى وثانيه اعدادي تو بيكوز، تو لكي وبنجيب الفعل في المصدر، لكن بيكوز بنجيب بعدها جمله كامله. يبقى واي معناها لماذا بجاوب بتو او بيكوز. وبعد كده عرفنا وير اين بسال بيها عن المكان. وات تايم وقت وزمان، هناخدها دلوقتي. وات سايز ما الحجم، وات كلر ما لون. فالان مع اهم الاسئله زي هنا واي دو يو جو تو ذا بيكري، لماذا بتروح تشتري خبز؟ لو قلنا تو باي بريد يبقى تو والفعل في المصدر تو باي بريد. طب قلنا because I want to buy bread يبقى because يأتي بعدها جملة كاملة، لكن تو الفعل في المصدر يبقى واي الإجابة تو أو because. بعد كده وات سايز ما الحجم. واحد راح يشتري شوز حذاء، راح يشتري مثلا قميص تيشيرت ايا كان ترنج، يقول وات سايز وود يو لايك، ما المقاس اللي انت عاوزه؟ راح اليو تحول لاي، I'd like small، I'd like small بليز، عاوز مقاس حجمه قليل. طب وات كلر ما لون، وات كلر وود يو لايك، ما لون انت عاوزه؟ I'd like blue، عاوز لون ازرق. I'd like green، I'd like اي لون بعد كده بليز. يبقى عرفنا وات سايز ما المقاس او ما الحجم، وات كلر ما لون. قلنا من شويه بيكوز ياتي بعدها جمله كامله. هناخد دلوقتي الفرق بين بيكوز وسو وتو. بعد بيكوز يا جماعه بنجيب سبب، اقول لك I am late انا متاخر because the bus broke down، الاتوبيس تعطل. يبقى بيكوز ياتي بعدها جمله كامله، لكن سو بياتي بعدها نتيجه. the bus broke down الاتوبيس تعطل، so I didn't go to school ما رحتش المدرسه. يبقى بعد بيكوز جمله كامله وجيب سبب، لكن سو بنجيب نتيجه. لكن تو بعد الفعل في المصدر I study English to become a good teacher لكي أصبح مدرس. I eat to become fit لكي أصبح جسمي رائق بدنيا. يبقى to الفعل في المصدر. يبقى because مثال I wanted to the bookshop أنا رحت المكتبة because I wanted to buy a dictionary علشان اشتري قاموس. يبقى بعد because جبنا سبب. طب so لذلك I visit them often so they know me well. يبقى so جبنا بعديها نتيجة وقبليها سبب، لكن because جبنا بعديها سبب وقبليها نتيجة. طب to بعدها الفعل في المصدر I go to school to learn أنا بروح المدرسة لكي أتعلم. يبقى to والفعل في المصدر. بكده يا جماعة نكون انتهينا من الوحدة السابعة للصف الأول إعدادي بكل ما فيها من كلمات من زمن الماضي البسيط، من واي والإجابة عليها بتو أو بيكوز، وات سايز ما الحجم، وات كلر ما لون. عرفنا بيكوز بعدها جملة كاملة، عرفنا تو بعدها الفعل في المصدر، عرفنا سو بيجي بعدها نتيجة وقبلها سبب. إن شاء الله بإذن الله يكون الفيديو عجبكم ويتم المشاركة عليه. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.